دكتور محمد ماهر الطباخ، استشاري أنف وأذن وحنجرة. التهاب الحلق هو التهاب الأغشية المخاطية المبطنة للحلق بالكامل بما فيهم اللوزتين واللثة. التهاب بكتيري والتهاب غير بكتيري. الالتهاب البكتيري اللي بيجي بسبب البكتيريا وخلافه زي الستريبتوكوكس اللي هو الميكروب السبحي والميكروب النيوموني والهيموفيلس انفلونزا. كل الأنواع دي الميكروبات دي بتصيب الحلق وتؤدي إلى التهاب الحلق بما فيهم التهاب اللوزتين. إيه الأسباب اللي بتؤدي أو المساعدة لالتهاب الحلق؟ زي التهاب الجيوب الأنفية المزمن، دي بتعمل إفرازات تنزل على الحلق، زي انسداد الأنف، زي التدخين، زي الأوفر كراودد يعني الأماكن المزدحمة، زي الناس اللي بتستخدم صوتها بطريقة مش صحية، بتعلي صوتها قوي، ممكن دول تؤدي الى التهاب الحلق. مشروبات كحوليه وخلافه. السؤال المشهور واللي دايما الناس تيجي تقول عليه: امتى يا دكتور نشيل اللوز لو اللوز محتاجه ان فيها مشكله؟ بنقول باختصار شديد جدا: اللوز بنقرر ان احنا نشيلها لو في التهاب متكرر في اللوزتين. وكان في ناس زمان يقولوا لو التهبت اكتر من 3 مرات في الشهر، وناس تقول لا ده لو التهبت أكتر من 3 مرات في 3 أشهر أو في ربع سنة يعني بنشيلها. ولكن احنا دايما عندنا في الأنف والأذن يعني معايير بنحدد بيها اللوزة، هل هي من النوع الحميد اللي ممكن بالعلاج يخف، ولا من النوع الصديدي اللي مهما ندينا له علاج لازم يرجع تاني. بنحددها، دول دكتور الأنف والأذن اللي بيقدر يحدد النوع. مش كل لوز بتلتهب او بتتكرر ان هي تلتهب لازم تتشال، لا ده ممكن في انواع اللي هي اللوز الالتهاب الحميدي بتاع اللوز ده ممكن بياخد مضادات حيويه، بس دايما بننبه العيان ان المضاد الحيوي او العلاجات اللي هي التحفظيه بتستمر من 7 ايام ل10 ايام، ما تقلش عن كده علشان نقدر نعمل ما يسمى باستئصال الميكروب الموجود في الحلق. انما النوع اللي هو الصديدي اللي هو دائما بيبقى في بؤر صديديه على اللوزه، ومهما ندي مضاد حيوي تيجي العيان بعد ما يخلص الكورس بتاع المضاد الحيوي نلاقي البؤر الصديديه لا زالت موجوده. في الحاله دي بننصح المريض بانه هو يستأصل اللوز. في نوع تاني من التهاب اللوز اللي هو الالتهاب التضخمي، تلاقي اللوزه متضخمه جدا، هي طبيعتها كده متضخمة، حجمها كبير قوي. الحجم ده ممكن يتعارض مع نوم الطفل، مش عارف ينام بالليل كويس، بياخد نفسه باستمرار من بقه. أخذ النفس من بقه بيخليه دايما عنده التهاب في الحلق، التهاب في اللثة، التهاب في اللسان. بيبقى أخذ النفس من بقه دايما بيأثر برضه على ودنه بما يسمى ارتشاح خلف الطبلة، وخصوصا لو كانت تضخم اللوزة مصاحبة بتضخم في اللحمية. تضخم اللحمية بيؤدي برضو إلى حاجة زي المعروفة بيسموها مجازا يعني مية ورا الطبلة أو ارتشاح الطبلة. ارتشاح الطبلة ده مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، ودايما بنقول ارتشاح الطبلة مع إنه حاجة مش مؤلمة للطفل، وحاجة ما بتقلقش قوي الطفل ولا المحيطين به، لكن مهمة جدا في إن هي بتقلل السمع، وخصوصا لو كان الطفل ده في حضانة أو في مدرسة اللي محيطين بيه بيشتكوا منه إن هو ما بياخدش باله. التهاب الارتشاح خلف الطبلة مع إنه هو حاجة ما هياش مؤلمة، ولكنها ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، بتؤدي إلى ضعف في السمع، والضعف ده بيبقى مؤقت، لما المية بتزال السمع بيرجع تاني. ساعات لو احنا أهملناها لأنها مش مؤلمة بتؤدي إلى التصاقات في الطبلة وصمم توصيلي بيقعد فترات طويلة جدا جدا، وبيحتاج بعد كده تدخل جراحي. فدي الحاجات اللي ما هياش التهابات، ولكنها بتبقى تضخمات سواء في اللوز أو في اللحمية، وبتؤدي إلى مشاكل. لما بنقرر ان احنا نعمل استئصال للوزتين بما فيها الدواعي للاستئصال اللوزتين، دايما بننصح العيان ان هو يستمر بعد العلاج لمدة 7 ل10 ايام مستمر، حتى لو ما كانش فيه اي تعب للعيان، لان ده عندما يلتئم الجرح في حالة صحية جدا، مكان الجرح عمره ما بيلتهب بعد كده ولا بيبقى فيه مشاكل.
فدايما ننصح العيان ان المضاد الحيوي ومضادات الالتهابات والبخاخات، لو وصفنا بخاخات عشان صعوبة البلع بعد العملية، بننصحه ان هو يستمر عليها من 7 ل 10 ايام علشان بعد كده ما يشتكيش من اي مشكلة. دايما بنقول ان الطفل اللي عامل العملية لازم يلتزم بالتعليمات اللي احنا بنديها له، ان هو يشرب كويس، ياكل كويس، يلتزم باخذ العلاج في مواعيده. والعلاج دايما نكتب كده ان العلاج يتاخد حتى لو الطفل رافض الاكل، لكن العلاج ما نبطلوش. وخصوصا بنحاول ندي للعيان لما بيكون عنده صعوبة في البلع مسكنات، سواء موضعية او عن طريق الفم، بحيث ان هو نشجعه ان هو ياكل، وان احنا نحفزه ونرفع مناعته.